مرحبا، رجعنا مع وصفة جديدة طيبة وشكلها حلو كتير. راسبيري شوكولات كب كيك أو كب كيك الشوكولا والتوت البري. رح يلزمنا للكب كيك كاكاو، طحين، سكر، حليب، زيت نباتي، مي مغلية، بيضة، فانيليا، بيكنج باودر، نسكافيه، بيكنج صودا وملح. بوعاء كبير منحط المكونات الجافة كلها مع بعض ومنخلط منيح حتى يتجانسوا. بوعاء تاني منخلط السوائل كلهم ما عدا المي المغلية. ضيفي الخليط السائل للمكونات الجافة واخفقيهم منيح ليصير بهالشكل. آخر شي ضيفي المي المغلية مع الاستمرار بالتحريك ليصير الخليط سائل مثل ما واضح. صبي الخليط بورق الكب كيك ليتعبى نص الكب تقريبا أو أكتر بشوي صغيرة. هالمقادير رح تعملك 12 حبة كب كيك. خبزيها بفرن حامي على درجة حرارة 350 على الرف الوسط تقريبا 15 ل 20 دقيقة، أو حتى تدخلي فيها توث ستيك ويطلع ناشف. بعد ما تطلعيهم فورا ادهنيهم بسيروب مخفف بالمي، تقريبا معلقتين كبار سيروب ومعلقتين مي. تركيهم حوالي ساعتين يبردوا منيح على الرك. بهالوقت منحضر الفروستينج يلي بيحتاج سكر بودرة، زبدة، كريم تشيز، توت بري، ولصوص الجناش بيلزمنا هيفي كريم مع دارك شوكولات شيبس. حطي معلقتين كبار من سكر البودرة فوق التوت وهرسيهم بالشوكة منيح لحتى يصير عندك صوص مثل مو واضح. بوعاء تاني حطي الزبدة والسكر البودرة واخفقي تقريبا 5 دقايق ليصير عندك كريمة بيضة ومتماسكة. ضيفي الكريم تشيز واخفقي كمان دقيقة. بعدها صفي صوص التوت فوق خليط الكريمة لينزل كل السائل يلي فيه واخفقي شوي. ضيفي معلقة من بذور التوت للخليط واخفقي. بعدها حطي الفروستينج بالبراد حوالي نصف ساعة. لتحضير صوص الجناش ضيفي الهيفي كريم للشوكولا وسخنيه بالميكروويف 40 ثانية. بعدها حركيه منيح ليدوب كل الشوكولا وهيك بيكون صار جاهز. للتزيين حطي معلقة من صوص الجناش فوق الكب كيك. بعدها زيني بالفروستينج وفيكي تختاري شكل الراس يلي بتفضليه للكريمة. ارجعي ضيفي معلقة جناش وآخر شي حبة توت مع ورقة نعناع صغيرة. بتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم، وما تنسوا لايك شير وسبسكرايب حتى يوصلكم كل جديد مني أنا فافو. انطروني next week بفيديو جديد ووصفة يامي. باي باي.